السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتسأل هو ليه المغترب بينزل وبعدين بيفكر في الاستقرار، بعدين بيرجع بسرعة في كلامه وبيرجع تاني في رأيه، لأ أنا لازم أرجع تاني لأن أنا نزلت صرفت قد كده في قد كده، فكده العيشة هنا مستحيل أعيشها والدنيا كل يوم بتغلى والوضع مش أحسن حاجة. هنا في خطأ إحنا كلنا بنقع فيه كمغتربين، إيه بقى الخطأ ده يا معلم؟ إن أنت بتنزل هنا حاطط رقم معين average كده إنك ده اللي أنت هتصرفه، فالرقم ده طبعًا بيبقى رقم كبير، لإنه أنت خلال مثلًا السنة أو السنتين اللي أنت قاعدهم هناك أنت بتبقى شوية ماسك على نفسك، فبتنزل هنا بقى بتحصل لك كده زي فكرة إيه، انطلاقة بقى، أنا عايز أتفسح وعايز أجيب وعايز ألبس وعايز أروح وعايز أنزل وعايز آجي وكل الحوارات دي. هل الحياة دي الطبيعية اللي بيعيشها اللي قاعد هنا مش متغرّب؟ لأ، تعالَ نتفق إن هي لأ. الرقم اللي أنت بتصرفه هنا ده رقم بيخدعك. لأنه في الطبيعي بتاعك المفترض مش ده الرقم اللي أنت بتصرفه، مش ده الرقم اللي أنت بتصرفه. أنت بتلاقي هنا ناس عايشة برواتب أو بمرتبات آآ بسيطة، بس الناس عايشة، بتاكل وبتشرب وبتلبس والدنيا ماشية. فأنت بيحصل لك بقى حتّة إيه، دماغك بتعمل error. طب إزاي الناس ماشية بسين مثلًا كذا وأنت تلاقي نفسك إنّك أنت إيه، لأ ده أنت رايح في حتّة تانية خالص بقى، أنت بتصرف ياما. طب جات منين؟ يا باشا جات منين، أنت أساسًا مدّي task لنفْسك إنّك أنت هتصرف قد كده، فده مش الطبيعي، ده ما ينفعش تقيس عليه، ده خطأ بنُقع فيه كلّنا كمغتربين. شهر اللي أنت بتنزل فيه أجازة ده مش مقياس لطبيعة صرفك، مش مقياس للlife style بتاعك، مش مقياس لحياتك. الوضع مش بيبقى كده، الوضع مش بيبقى كده، لأ. لمّا تيجي وتستقر هنا الوضع هيختلف. فده خطأ دايمًا، دايمًا إحنا كمغتربين بنقع فيه، اللي هو إيه ده أنا صرفت في الأجازة كده أرجع بقى أعوّض بقى وأرجع بقى أشوف دنيتي، لإنه كده ده أنا مش ده أنا كده في شهر صرفت اللي الناس بتصرفه في سَنة، لا، 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 أنا العيشة هنا مستحيل، وتلاقي نفْسك خدت أول تيكت ورجعت تاني. كده ما فيش استقرار. باقول الكلام ده ليك وليّا، أنا دي حاجة لاحظتها وحبيت أشاركها، لإنه ممكن لو أنا ما استفدتش بيها وما عملتش بيها غيري يعمل بيها. السلام عليكم.